طبعا فاضل اقل من شهر والهجرة العشوائية تفتح. اتمنى ان انتوا تكونوا كله جاهز، كله معاه الصورة، كله عامل احتياطاته، كله مجمع البيانات المطلوبة اللي اتكلمنا عليها في الفيديوهات. الصورة لازم تبقى بالمواصفات، لان الصورة يعني تقدر تقول كده هي زي ما تقول كده الشرط الرئيسي ان انت هتنجح او تسقط. لان انت لو الصوره مش مظبوطه او مش مطابقه للمواصفات يبقى انت فرصتك اصلا اتقتلت. مفيش حاجه بياناتها تتملي بالعربي خالص، مفيش اي حاجه ولا اسمك ولا ابلكيشن الهجره الاستماره هتبقى كلها بالانجلش. فلو انت مش كويس في الانجلش روح لحد يقدم لك، شوف حد قريبك، مش لازم تروح لمكتب ولا حد يفحتك في الفلوس، روح لحد قريبك معرفه بس اتاكد ان هو كويس في الانجلش قوي يعني فلوينت وهيقدم لك صح. وفي نفس الوقت لو عنده خبره يبقى احسن يعني. مش لازم انا بقول لك اهو يعني، شوف حد قريبك، حد في الدايره بتاعتك يقدم لك بس تبقى واثق فيه. الله اعلم السنه اللي جايه ايه اللي هيحصل. طبعا لو معاك باسبور يبقى افضل، لو معاكش الحق طلع، خلاص فاضل اقل من شهر يعني، كلها كام اسبوع وخلاص وتفتح. لو معاك باسبور هو طبعا مش مطلوب، شرط الباسبور مش رئيسي. لو معاك باسبور يبقى افضل يعني، بس هو مش مطلوب يعني، عشان الناس اللي هتتخض وتيجي تقول لي هو مش شرط هو لازم باسبور. لا مش لازم باسبور، اي حد ممكن يقدم طالما سنك اعلى من 18 سنه، معاكش ثانويه عامه او ما يعادلها تقدر تقدم على الهجره. بس ارجوكم قدموا صح، قدم صح البيانات، اتاكد ان هي صح. الصوره لازم الصوره تبقى مطابقه للمواصفات، ما تكونش بتضحك في الصوره 5 في 5، الصوره جي بيج، ما تاخدهاش من الجاليري، ما تاخدهاش من الفوتوز، ما تاخدهاش من الصور، ما تاخدهاش من المعرض، تاخدها من الملفات، من الفايلز، وتبقى متاكد ان نوع الفايلز جي بيج، جي بي اي جي او جي بي جي، علشان خاطر السيستم عندهم يقدر يقيس المواصفات بتاعه الصوره ما تكونش اقدم من 6 شهور، ما تكونش واخدها مثلا من شهر 2، لا مفيش الكلام ده. الصوره لازم ما تكونش اقدم من من 6 شهور، يعني ما تكونش ابعد من شهر 5، يعني على الاقل في شهر مايو تكون متصور الصوره ماشي يعني، يبقى كده فات عليها 5 شهور اوكي. اهم حاجه ما يعديش عليها 6 شهور. تمام. طبعا بالتوفيق للجميع. لو انت بنت تقدري تقدمي، ايا كان سنك، ايا كان عمرك، تقدر تروح امريكا مش بالسن، الهجرة مش بالسن، ملهاش اي علاقة خالص. تقدر هناك عندك 50 60 70 سنة تقدر تروح. مصاريف المقابلة اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان هي هتبقى $350 المقابلة لكل فرد. انت البنات السخيفة دي يا عم بصور، فلازم حاجه تبوظ لي الفيديو. المهم زي ما قلنا مصاريف المقابله لكل فرد، حتى لو معاك طفل رضيع. طيب يا علي انا عندي طفل هيتولد شهر 11، اعمل ايه؟ هقول لك بكل بساطه دخل كل الناس اللي هم موجودين دلوقتي. يعني الطفل بتاعك اللي لسه في المستقبل طبعا مش هتعرف تدخله، ف دي اتس اوكي يعني في الحاله دي، لان هو مولود بعد كده. فطبعا لو انت نجحت هيجي معاك. بالنسبه للاولاد لو انتوا اسره بتقدموا، انت ومراتك هتروح، انت وولادك اللي تحت 21 سنه هتروح. طيب يا علي انا عندي ابني مثلا 20 سنه اثناء التقديم، بس لما هنيجي نعمل المقابله وهنروح هيكون عدى ال20 ووصل 21. هقول لك هنا بقى بيبقى فيه ريسك 50-50، ممكن يجي وممكن ما يجيش، بس النسبه الاكبر انه هيجي معاك. لو عندك بقى اولاد اكبر من 21 سنه تقدر انت لما تروح هناك تعمل لهم لم شمل، ده لو ما كسبوش معاك في الهجره يعني، بس يستحسن ان انت تقدم لهم. بس اللي هيقدم في الهجره ومش هيروح، انت ضيعت على نفسك فرصه امريكا مدى الحياه، لانك بعد كده لما تيجي تقدم عشان تروح امريكا هتترفض باي وسيله هتقدم عليها بقى، سواء سياحه ولا علاج ولا دراسه، اي حاجه هتقدم بعد كده على امريكا هتترفض. اللي هيكسب الهجره ومش هيروح هو منع نفسه من دخول امريكا مدى الحياه. بس كده. حدد الولايه صح لما تكسب علشان تبقى عارف انت نازل عليه، وابدا جهز معارفك علشان خاطر لما تكسب تلاقي ناس تساعدك. طيب لو ما لقيتش ناس تساعدك مش مشكله خالص، هتروح هناك وهتبدا من الصفر عادي، والدنيا مش صعبه، وكل الناس بدات من الصفر وكلهم وصلوا لاعلى درجات ما كانوش عمرهم يتخيلوا ان هم هيوصلوها. فقدم من غير ما تخاف ومن غير ما تقلق. طبعا الدول المحظوره للاسف مش هيكون زي السودان، ليبيا، الدول اليمن، الدول اللي هي المحظوره اللي على قوائم المحظوره من دخول امريكا او الممنوعه من دخول امريكا. طبعا دول حتى الهجره للاسف لو قدمت مش هتتقبل. بس اتمنى لكم كلكم حظ سعيد وان شاء الله كله يتقبل. علي عمرو، سلام عليكم.